السلام عليكم. احنا هلا واحنا بجولة بالسوق مرينا من عند مخبز السيوري. مرحبا، تعرفنا على اسمك. معتصم براهمة. معتصم براهمة. شو يا معتصم، قاعد تسكب بالقطايف؟ قطايف عصافيري هذا قطايف عصافيري. والله صار في آلة أحسن من الصب بالبريق. أريح للشغل أريح. أنا بعرف إنه قطايف السيوري من القطايف اللي عليها العين. قطايف كثير. طب بتعرف كيف تركيبة القطايف؟ القطايف سميد. سميد هذا بسميد. سميد مش طحين. تقدر تقولنا كيف الطريقة اللي بتعملوها؟ مية وسميد قديش الكمية يعني مثلا حسب للكيلو؟ العجلة. حسب العجلة الكمية. يعني مثلا لو كيلو، مثلا كيلو طحين قديش ممكن مي؟ المية بدك تحطي كوب. كوب مي. وايش مع مع الطحين بتحط؟ شوية سكر، خميرة بتحطه، بيكنج باودر. كيف الإقبال على القطايف؟ الحمد لله رب العالمين. شايفين أحلى منظره؟ طب عندك فكرة أنت ليش سموا القطايف قطايف ولا ما عندك فكرة؟ طب شو رأيك إحنا نحكي مع المتابعين ليش تسمى القطايف قطايف؟ يقال إنه القطايف بالنسبة لقماش القطيفة لأنها ناعمة، والبعض بيقول إنهم كانوا لما يصنعوه الناس يعني كيف يتقاطفوه مقاطفة، يشيلوه شيل على السريع من زكاوته. وبتعرف إمتى مين أول ناس فكروا يصنعوا القطايف؟ أول من صنع القطايف يا جماعة يقال إنه في العهد الأموي أيام سليمان بن عبد الملك، ببداية العهد الأموي ونهاية العباسي والأموي. ويقال إنه من الزمن الفاطمي، يعني في عدة قصص بخصوص الموضوع، مش كتير يعني. ناس بيقولوا الأموي مع العباسي ما بين ناس بيقول الفاطمي، ناس بيقول بالعهد الأندلسي في إشبيليا. وليش بس هو سؤال ليش صار يعني الناس مقرور القطايف في شهر رمضان؟ تعرفوا شو السبب؟ يقال انه شكله شكل الهلال، وبقولوا انه كمان لانه يعني بيعطي طاقة ونكهته زاكية، فتعودوا الناس يشتروه في رمضان لانه اقرن شكله بالهلال. والله اعلم، من عدة روايات. انتوا شو رأيكم؟ بتحبوا القطايف؟ وشو بتعرفوا عنه معلومات؟ ايش اساسه؟ ايش تاريخه؟ يا ريت تشاركونا. كيف حركة بغير رمضان بتصنعوه ولا بس برمضان؟ لا احنا بنشتغله بس برمضان. يعني بعد رمضان نهائيا. بالشتاء بيجي بتهيألي كرابيج حلب بتصنعوا. كرابيج حلب في المحل الثاني. تقريبا قديش كيلو ما شاء الله بتعملوا في اليوم؟ حسب الحركة يعني، طول ما في شغل الحمد لله رب العالمين بنصب. آية الرزق إن شاء الله يا رب. يعطيك العافية يا شاب يا محترم. يعطيك العافية عمي. يسعد المساء. كيف حالك؟ إن شاء الله تمام. شو اخبارك؟ كيف بتحب القطايف؟ اكيد كل الناس بتحبوا بالقطايف بالجوز ولا بجوز الهند ولا بالجبنه ولا بموديلات هالايام؟ لا والله انا بحب القطايف بالجبنه. بالجبنه؟ بالجبنه من غير جوز وقرفه يعني؟ بس بالجبنه. بتاكلوا الا في رمضان ولا بتاكلوا برا بس رمضان؟ برمضان. طب فكرك ليش الناس متعوده تاكل القطايف في شهر رمضان؟ والله هذه عاده احنا ورثناها عن اجدادنا يعني. شو المقصود منها لحتى لقيت انا بعرف. انا حاولت اقول وحاولت اقرا، يقال انه هي لانه شكلها شبيه في الهلال. الهلال. يقال وانه بتعطي طاقه وطبق يعني لذيذ والكل بحبه. هلا هيك الاقاويل، والله اعلم. واللي عنده يا متابعين اي وجهه نظر او جواب على السؤال الي وللعم ليش في شهر رمضان تحديدا، بنحب تشاركونا. يخلي لك اولادك ويفرحك فيهم، وكل عام وانت بخير يا ام محمد. وانت للامانه لهذه البلد نعمه، والناس بعض منهم طبعا فاهمين هذا الحكي وبقدروك وبيحترموك على اللي بتعمليه. انت بتعملي بتقدم التراث للناس، وهذه قليل الناس يسووا هذا الحكي. يعني انا ما شفتش حدا بيسوي تراث للبلد في البلد الا انت، وهذا بدل على انه انت بنت بلد اصيله وبدك تعرفي الناس شو تراث هذه البلد كيف ناسها. الله يسعدك. واحنا بنفتخر كمان الله يخليك. برجال اللي زيك اللي بيعكسوا فعلا. انا معجبه كمان، يعني انت لابس الحطه والعقال،
الحمد لله. شو الرمز اللي حطه العقال عنا، بس يعني ناقص القنباز. نعم صحيح. هذا احنا التراث تبعنا الفلسطيني اصلا. وانا بلبسه اخذته عادي عن رحمه ابو عمار الشهيد الله يرحمه. الله يرحمه. فبضل معتز فيها هذه، حتى الكوفيه لاجل المرحوم ابو عمار كان زلمه. سعدنا كثير في الحديث معك، الله يعطيك الصحه والقوه يا رب، وكل رمضان وانت بخير وتضلك تاكل قطايف بالجبنه. بوركت والله يقويك. وبدي اقول لك هاي الكوفيه هلا قبل ما ننهي هذا الفيديو البسيط جدا اللي بيعكس اهميه القطايف ولذتها، وانا من الناس اللي عشاق للقطايف، وهي السنه الوحيده اللي بطلت اشتري قطايف، تعلمت كيف اصنعه بالبيت بصراحه. فانا حابب قبل ما انهي هذا الفيديو، احنا في الايام الاخيره من شهر رمضان الفضيل، ايش بتحب توجه للمتابعين واللي بيسمعونا؟ بقول لهم كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله احنا بالعشر الاوائل الاواخر هيك، ان شاء الله بمر عليكم جميعا بالصحه والسلامه، وبيجي علينا عيد الفطر ان شاء الله واحنا كلنا بخير وفلسطين بخير. عام وانت بخير، وشكرا لك يا ام محمد. شكرا كثير لك على اللي عملتيه وعلى المجهود اللي بتعمليه دائما. الله يسعدك، بوركت. وانا معي صبايا، معي اشرف ومعي هناء، احنا 3 صبايا عاملين هاي القناه عشان ننقل كل ما هو جديد او كل شيء بيتعلق في الثقافه في البلد على مستوى العالم. عندنا طموح. شكرا يا عمي، الله يكثر امثالك. الله يسعدك.